اهلا بكم مشاهدينا ويوم جديد من هو وهي. عايزه اقول لكم النهارده حلقه هنتكلم فيها مع مجموعه من الشباب ما عندهمش حاجه اسمها يأس، ما عندهمش حاجه اسمها مستحيل، ما عندهمش حاجه اسمها لا ما فيش حاجات ماديه يبقى احنا هنقف. لا، ابتدوا من حاجات امكانيات صغيره، من جهود ذاتيه هم ابتدوا يستخدموها. ابتدوا يعملوا فيلم روائي طويل. انا قلت في البدايه ان هم افتكرت ان هم عملوا روائي قصير كده ابتدوا بيه، لكن اكتشفت ان هم عملوا روائي طويل. هنعرف منهم تفاصيل اكتر ومضمون الفيلم كان ايه، ونشوف يا ترى بقى الفيلم هيلاقي نجاح فعلا ولا لا، ونشوف قصه الفيلم عباره عن ايه. مساء الخير يا عمر. مساء النور يا مريان، ازيك؟ الحمد لله. السينما المستقله النهارده نجوم السينما المستقله معانا شباب زي الفل، شباب فعلا مصري صاعد واعد. فعلا زي ما قالت مريان مفيش حاجه اسمها امكانيات ماديه قليله ضعيفه، مفيش حاجه اسمها مستحيل، مفيش حاجه اسمها كذا 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 حاجه ورا بعض، لان فعلا لازم ان انت تكون عندك امل وعندك تفاؤل وعندك ثقه ويقين بالله سبحانه وتعالى ان هو ادالك الموهبه دي او ادالك الحاجه اللي جواك دي، فلازم ان انت ازاي هتطلعها وازاي ان الناس تشوفها. مفيش حاجه اسمها امكانيات ماديه، مفيش حاجه اسمها زحمه، لازم الانسان يحاول ويفضل يحاول. النهارده هنتكلم عن السينما المستقله، السينما الجميله اللي هي ليها يعني بره مشروع كبير قوي، موجوده في مصر موجوده في عالمنا العربي، لكن برضو مشاريع صغيره. عايزين بقى نشوف هل السينما المستقله ممكن فعلا تعمم وتبقى ليها مستقبل كبير جدا في مصر؟ اكيد، وبالذات في ظل الظروف اللي احنا عمالين نقول نفسنا نشوف سينما نفسنا نشوف صح. سينما. عايزه اقول لك الجيل ده برضو يا عمر مصر ان هو يعمل حاجه في السينما وما يستنوش حاجه، يعني هم ابتدوا ياخدوا الخطوه الايجابيه. هنعرف منهم التفاصيل اكتر. هو في حاجه بس فعلا يا مريم انت قلتيها حاجه مهمه جدا، كلمه الجيل ده. الجيل ده فعلا عنده اصرار وعنده رغبه وعزيمه قويه جدا، ان هو شايف ان الجو وشايف ان المناخ المتاح مش مناخ ان انا افضل اعرض نفسي وافضل اروح لحد واقول له انا موهوب. فعلا للاسف يا عمر المكاتب الكاستنج والمخرجين شركات الانتاج وشركات الانتاج دايما بيعتمدوا على يا اما نجم كبير هو اللي يسوق للفيلم او هو اللي يسوق للدراما، وفي نفس الوقت يا اما هم دول الشله بتاعتهم صحابهم. احنا ما بنعترضش ان الموضوع يبقى شلاليه، بس احنا بنعترض ان برضو فين الجيل الجديد، الجيل اللي نفسه يحقق اللي هو الحلم اللي بيتمناه. يعني تفتكري ان هيجي يوم من الايام او هيجي مثلا وقت معين الجيل الجديد ده او جيل الشباب الحلو الجميل ده يقول خلاص شكرا لشركات الانتاج، شكرا لرؤوس الاموال العملاقه والقويه جدا، احنا يعني اكتفينا، احنا لينا جمهور خاص، لينا ناس بتيجي تتابعنا، لينا ناس بتيجي تتفرج علينا. تعالوا النهارده نتعرف بشباب جميل جدا عمل افلام سينمائيه مستقله وعمل افلام روائيه قصيره وطويله. نبدا نتعرف بيهم. آية خليفة، بنرحب بيكي. ازيك يا آية؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. نوران علاء منورانا النهارده. نورك تسلم. فهو هي اهلا بيكي. اهلا بيكي. ونرحب بقى بالنجم الجميل بتاعنا برضو اللي كان ضيف عندنا قبل كده، عمر مصطفى. اهلا بيك. ازيك يا عمر، عامل ايه؟ الحمد لله. منورنا النهارده في هو وهي، وعايزين كبدايه بقى. احنا عارفين عمر وعرفناه كتير، بس برضه هنعرفه. مش هنتكلم معاه عشان كده، هنتكلم معاكم انت قصدك كده. لا اكيد هنعرفه اكتر، بس نتعرف على آية خليفة الاول. عرفينا بنفسك. انا آية خليفة، 23 سنة. لسه كنت بدرس وخلصت اخر كورس ليا في الجامعة، بس لسه مستنيه الشهاده. كورس ولا يعني ولا اخر اختباراتي يعني. تمام. امتحاناتي، فمستنيه شهاده بقى عشان انت عارفه. طب انت بتدرسي ايه؟ تجاره خارجيه. ممثله، بس ليا شويه في الفاشون، على ميك اب ارتست. انت ما قلتلناش الموضوع ده في مواضيع ثانيه. لا احنا جايين النهارده على اساس تمثيل وسينما مستقله. انت ما قلتلناش ان انت عندك. لا انا غير. طب موضوع التمثيل خلينا واحده واحده كده. موضوع التمثيل بدا معاكي من امتى يا بقى؟ موضوع التمثيل وانا في الجامعه. كويس. ممكن تكون بدايتي كانت مع عمر برضو، لان كان عندي على الفيسبوك وقال في بنات وشباب وندخل ونجرب كده، فهو لقى فيا موهبه. كويس. فبدات واحده واحده معاه، بس كل ما نيجي نعمل حاجه يقيموني انا وعمر كوميدي. كوميدي مش عاوزيننا نعمل بره الكوميدي يعني. كان في ناس، اغلبيه ناس كومنتات عندي يقولوا لي يا عمر وسلمى اتنين في الكوميدي. حتى انا قلت له خلينا نعمل حاجات كوميدي كتير. طب حلو. حتى في الفيلم اخر حاجه ما بيني وما بينه كوميدي برضه. قالوا لي ابعدي عن الدراما، فلقيت نفسي في الكوميدي اكتر صراحه. فكرتي تروحي مسرح الجامعه او كده؟ فكرتي؟ لا خالص. ما كانش عندي فرصه ان انا اروح مسرح الجامعه. طيب بس انا عملت مسرح. عملتي مسرح؟ طب قولي لنا فين بقى؟ او عملت برضو حاجات مش معروفه يعني، بس حاجات. هي الحاجات اللي مش معروفه دي الحاجات الحلوه دي. هي دي اللي تفتكريها بعد كده ان شاء الله لما تبقي نجمه بقى. لا، هي الوقفه على المسرح بتخلي الممثل يتغاضى عن اي حاجه. طبعا. تقدر تروح اي حاجه، والخجل والرهبه تروح منك. اكيد. نوران. اهلا، انا نوران علاء، عندي 20 سنه. لسه بدرس. شغاله مسرح.
كويس. شغاله مسرح تبع مسرح الجامعه ولا مسرح خاص؟ لا مسرح خاص، بس اشتغلت تبع وزاره التربيه والتعليم اما كنت بقى في مرحله الاعدادي والابتدائي. وبعد كده بقى اما طلعت بقى كنت عايزه ابقى تبع الجامعه، بس للاسف الوقت بتاعهم بتاع البروفات وكده بيبقى عندي سكاشن والحاجات دي، فما ينفعش خالص ان انا اروح. اكيد. نوران انت بتدرسي ايه؟ بدرس خدمه اجتماعيه. طب حلو. جدا. هنكمل مع عمر ولا خلاص؟ بالظبط عمر. لازم يعني عايزين نسيت. لا احنا في حلقتنا ما بننساش حد. نسيت صح؟ يلا يا عمر كلمنا. انت اوريدي بتحب التمثيل وبتخرج ودلوقتي اشتغلت كمان منتج يعني. لا مش منتج، أمال هو إيه؟ انتاج. ثواني يا عمر، انا اسف جدا بس هو احنا ليه بنتعامل مع عمر برضه على ان هو يعني خلاص الراجل يعني عدى، هو عدى طبعا شويه يعني، بس ما قلنالوش زي الباقيين مثلا عرف نفسك برضه. ما انا لسه ما هو برضه اصل هو خلاص ده هو دخله جامد قويه جدا. معلش عشان الناس برضه اللي ما تعرفكش، الناس اللي هم مش عارفين. اسمي عمر مصطفى. كويس. ومالك ومالك زعلان كده ليه؟ بتقولها كانك انت يعني اللي ما يعرفنيش بقى هو حر. لا مش كده خالص. يعني يمكن لما جيت لكم قبل كده قلت ان انا كل سنه باخد خطوه جديده. كويس. يعني كنت واخد خطوه الافلام القصيره ان انا ان شاء الله انتشر واخد جوائز، وابتدي ان انا يعني اقتحم السينما المستقله، يعني اوري الناس ان احنا نقدر نعمل افلام كويس بدون انتاج. وانا ده اللي انا فعلا يا عمر كان ده هدفك بجد والله، انك انت عايز تحدي تقول للناس انا اقدر ان انا استغنى عن رؤوس اموال قويه وكبيره ومن غير انتاج ما قوي. اقدرش استغنى عن ده. لا يعني مبدئيا يعني عايز تقول ان انت مبدئيا ممكن تعمل هو ده. دي خطوه يعني. عايز تقول انا كده وري يعني شغلي الاول للناس، اقول لهم انا استاهل ان في. ما انت بتقول عايز اعمل ده من غير انتاج. ما فيش الفرصه دي قدامي. كويس. انا لما رحت لشركات انتاج قالوا لي لازم تبقى نقابي. طيب ما انا بقول لك يعني انت كان عندك عايز تقول في تحدي في بس سنه. ما فيش فرصه. يعني مم. ما فيش حد مديني الفرصه ان انا حد ينتج لي. ما فيش حد هينتج لشاب او لشباب لسه بيبتدوا. لازم الاول يشوفوا شغل، لازم يشوفوا انتشار. يعني الفيلم اللي انا عملته فيلم اولاد الوزير الحمد لله عمل انتشار يعني مرضي شويه، يعني لسه هيتعرض في اماكن كتير. بس انا في الساقيه لما اتعرض انا لقيت جمهور بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. انا قلت في ناس لسه مش هيحضروا افلام لحد الناس ما تعرفوش. رحت لقيت الساقيه اصلا كان في حيطه كده، يعني هو الصاله اهي في حيطه فتحوها وجابوا كراسي جديده عشان يقعدوا الجمهور، في ناس وقفت بردك. ده الحمد لله نجاح. حلو ده نجاح طبعا نجاح. طب عم مصطفى كلمنا عن اولاد الوزير. عمر مصطفى. كلمنا عن عشان عايزه اعمل سنه بنحط عشان عايزه اعمل فرق بينك وبين عمر. عمر عايزه اولاد الوزير كلمنا عنه، فكره مين وجات لك انت بتقول كنت بتعمل افلام روائيه قصيره، ابتديت ان انت تفكر ان انت تعمل فيلم روائي كبير، مع انك انت برضو في الافلام الروائيه القصيره كنت لسه ما حققتش الخطوات اللي نقدر نقول بتهيالي اللي تحسسك ان انت ممكن يبقى عندك طاقه ايجابيه ان انت تعمل روائي طويل. ايه اللي حفزك ان انت تقول لا بقى انا هكسر الروائي القصير وابتدي بقى اخد الخطوه الجديه؟ يعني هو الموضوع مش هدف. تسليه او وقت، هو الموضوع ان كل واحد فينا من الفريق عايز يوصل لحته معينه، عايز يتشهر، عايز يبقى في السينما. فهي بتبقى خطوات. انا يعني عملت افلام قصيره فتعلمت، فخلاص بقى هعمل افلام طويله عشان تتشاف وعشان المنتجين يجوا يقولوا لنا خلاص انتوا تستاهلوا ان انتوا يعني هو بس السؤال يعني بعد اذنك يا عمر، هل انت شايف ان ده كان الوقت الصح انك انت تعمل فيلم روائي طويل عادي ولا تستنى شويه على تفضل تعمل افلام قصيره؟ اصل انا لو فضلت اعمل افلام قصيره هفضل في نفس مكاني. مش شرط. بس لا لازم يعني ما هي الافلام الطويله دي بتوضح اكتر طبعا. بتوضح فيها مساحه اكبر. ولو ان ممكن بعد اذنك يعني يا عمر برضو معلش في ناس بتقول لك بالعكس ده الافلام القصيره دي بتبقى اختبار قوي جدا للمخرج وللممثل، لان انت في وقت قصير قوي عايز توصل رساله معينه، عايز تبين امكانياتك كممثل كمخرج. ايه رايك؟ والافلام الطويله برضك رساله قويه جدا. يعني انا الناس اللي جت اتفرجت على الفيلم ما ملوش ثانيه. كويس. طب يعني حلو ده. انا الناس اللي احبطوني قالوا لي فيلم ساعه، مين هيجي يشوف لك فيلم ساعه وانت لسه بتبتدي فاكر نفسك يا عم تامر حسني ولا عادل امام؟ لا ده انا الحمد لله لما عملنا الفيلم الساعه ده الفنانين والمخرجين نفسهم طلعوا قال الفيلم ايقاع مشدود، الفيلم احنا ما لناش لحظه واحده، الفيلم الناس الصلاه قعدت ميته على نفسها من الضحك. طيب احنا عايزين دلوقتي يا عمر بعد اذنك عمر مصطفى هنروح بس طبعا لآية ونوران تاني. لا هنرجلس بس انا بستأذنهم بس هنروح لهم، بس احنا عايزين نعرف بعد اذنك بدايه المشروع من اول ما كنت قاعد كده انت وصاحبك على القهوه، فاكر اليوم ده؟ ما كانتش قهوه. كانت ايه بقى بالظبط؟ كان كافيه؟ لا ولا كان كافيه، كان في الشارع؟ سطح. انا احب الكلام ده قوي. كان فوق السطح خالص. انت وصاحبك؟ مش انا وصاحبي، كنت انا لوحدي كده بحب اقعد فوق السطح مزيكا وقهوه
عايزين بقى نفتكر اليوم ده، فقلت انا هعمل فيلم روائي بلاش طويل. افتكر اليوم ده، ليه؟ حدف عليا حاجات ما كملتش فنزلت معلش ما انت ورحت بقى. القهوه برضه. معلش يعني عايزين انت هتقلبها يا عمر في الاخر كوميدي. كوميدي في الآخر. لا عايزين لا احنا عايزين فعلا البداية. نتكلم بجد. البدايه بقى بجد. انا مش هقول الفكره جات لي فين. الفكره انا بحب ان انا في كل شغلي اعمل نموذج ايجابي عكس السينما خالص. السينما بيبقى فيه ضرر شويه، بلاش نتكلم في الحته دي. بس انا جايب نموذج ايجابي دايما بتكلم عنه. يعني انا بشوف مثلا في نموذج ايجابي ما عليهوش الضوء. انا جايب وزير ايجابي ضحى بحضن اولاده علشان خاطر ان هو بيحارب الفساد. هو معتقد دايما ان اللي هيحاربهم دول هيأذوه في اولاده. كويس. فكان كل ما يتجوز واحده ويعرف انها حامل كان بيطلقها، انه هو مش عايز اولاده يتأذوا. فهي خلاص هو اتجوز 5 واتجوز فيهم واحده. وصلت رساله مهمه جدا في الفيلم ده، مهم توصل للناس. بس دي فكره حلوه قوي. فكره ان الوزير، بعد اذنك عشان نبلور الفكره أكمل كده. بس الحتة بتاعتك. اتفضل. فكره ان هو خايف، انت هتكمل اسمع. انت خايف ان الوزير خايف ان هو كل ما يخلف ولد الناس اللي بيحاربهم في الفساد هيحاربوه في اولاده. وبعدين هو مش عايز يتأذي. كويس. اتجوز واحده مسيحيه في الفيلم ده وخلف منها واحد اسمه مينا. كويس. انا موصل رساله في الفيلم ده ان هو مينا بعد ما الوزير بيغتال اولاد دول بيدوروا على بعض يعني. على بعض فمينا ومحمد، مينا اسمه مينا محمد في الفيلم. يعني بيدور هو ومحمد مع بعض. جاي فيه ان هو المسلم والمسيحي اخوات، اتخانقوا بياكلوا ويشربوا وهم اخوات، مهما عملت ومهما رحت ومهما جيت دي حقيقة. انتوا اخوات. دي رساله قويه جدا. ما جبتش بقى كنيسه وجامع لا ما جبتش الطريقه دي، لا انا جبت بطريقه واقعيه جدا. احنا مهما عملنا مهما حصل فتنه احنا اخوات. هنزعل. بس سوري يا عمر، طب معلش، هو ايه اللي دخلنا للموضوع ده؟ هو الاول كان الراجل عنده خوف، هدف كذا وخوف رسالة. إن هو في كذا رساله، ده مش كذا حاجه. كذا رساله ووصل رساله ايجابيه في الاخر. يعني وهو الوزير سمى الولد مينا. الاولاد نفسهم اتخطفوا واتحطوا قدام الوزير. فاللي خطفوهم بيقولوا له الملفات يا اولادك. قال لهم اولادي ربنا يتولاهم، ربنا يتولاهم. فالكلمه دي كفيله جدا ان ربنا فعلا تولاهم ويبعت لهم ضابط ينقذهم. وانقذ الوزير فعلا. خلاص القضيه هنا اتحلت. تمام. يعني ربنا اقوى من اي حاجه. انت مهما تعمل ومهما تروح طالما انت نيتك خير وقصد ان انت تحمي البلد من الفساد فربنا هيكرمك. ده النموذج الايجابي ان انا اتكلمت عنه في الفيلم. كويس. مينا بس ومحمد. بقى باطار كوميدي. ناحيه اولاد الوزير هم اللي كانوا بيعملوا المواقف والمقالب. هم بيدوروا على بعض وبتاع في طب كوميديا. نعرف بقى آية كان دورك ايه في الفيلم؟ اولاد الوزير كانت عامله مينا؟ لا لا كنت عامله حبيبه مينا. ايوه مريم. كنت طالعه دوري مريم صحفيه مجنونه. كل شغلها الشاغل انها تدور على الحوادث. على حوادث. صحفيه مجنونه. صحفيه مجنونه. اهم حاجه عندها حوادث. اي حادثه تجري زي المجنونه تكتب وتخبط وهنا وهنا وهنا. فطبعا محمد اللي هو اخوه دور عليا ورحنا اتقابلنا كلنا مع بعض وعرفت ان حبيبي اخويا. هي ما كانتش تعرف ان ما ده كنتش اعرف. ولا كنت اعرف ان هو ابويا. ان هو فاسد. عماله تكتبي. عماله اخبط فيه. وطلع مينا دوت اخوكي برضه. طلع اخويا. بس طبعا طول اطار الفيلم واحنا عمالين نخبط في بعض ونضرب في بعض. ده في كذا رساله في الفيلم كده. ده الفيلم ما خفتش من بجد والله يا عمر من التوهان بس في الضفيره بتاعت السيناريو كده يعني. ما هي بص حضرتك هنا بقى ميزه الافلام القصيره. انا باخد خطوه. يعني انا اتعلمت من الافلام القصيره. بعد كده الخطوه اللي بعدها الافلام الروايه الطويله. خلاص انت خدت خبره افلام قصيره وخدت جوائز. فنرجع بقى للافلام الطويله. هنا خلاص انا عرفت هحكي الحدوته ازاي. يعني هبتدي بايه وهوصل ايه، الايقاع امتى يتشد. المشاهد ما ملش لحظه واحده. المشاهد كان قاعد مندمج. لما ما حسوش بالساعه قالوا لي ايه ده الفيلم كده خلص. طب احنا الفيلم ليه مش ساعتين؟ ليه مش 3 ساعات؟ في تفاصيل انا ما رضيتش احطها اكتر بس الايقاع الحمد لله مشدود. ده من خبره الافلام القصيره الحمد لله. نوران انا طالعه في الفيلم رندا. بنت 100 راجل بتاعت بقى مشاكل بقى. يعني لو اشتغلت مثلا عليكي خالص مبدئيا. ايه علاقتك يعني بعيد تماما عن الشكل ده. بالاسره دي ايه علاقتك بيها انت مين؟ بايه؟ رندا باختهم. بس بتاعت بقى مشاكل تروح القسم تعمل ثوره كده يعني. بنت البلطجيه. ايوه. مش واخده
مش شغله. حبيتي الدور وكان كوميدي يعني في ناس قالت لي لا انت طالعه في الدور كويس، وفي كده حاجات يعني انا بعملها حقيقي، يعني اما حد ينرفزني ارفع له حاجبي، لا حاجات انا عاملاها في الفيلم. طيب عمر معلش بجد والله انا بكلمك دلوقتي، انا فعلا عندي مشكله في الموضوع ده. الفيلم اللي انت قلته او السيناريو اللي انت حكيته والاطار كله والحواديت اللي جوه دي، فساد الناس والوزير خايف على اولاده من الناس اللي بيحاربهم في الفساد ومينا ومحمد والكلام ده، اطار جد جدا، اطار يعني ينفع حواديت جاده قوي قوي. انت بتقول ان الفيلم يصنف ككوميدي يعني؟ هو ده الكوميديا. ايوه مش بتبقى في كده، الكوميديا مواقف. كويس. يعني مثلا حتى لو كوميديا مواقف برضه. ما هي الفكره هنا اولاد الوزير، انا ما ينفعش اجيب وزير كوميدي يعني تمام. انا بشتغل اولا على الخط الدرامي، وشوف الخط الدرامي بتاعي ماشي ازاي عامه. اولاد الوزير فيهم مريم دي مجنونه جدا، رندا دي مطرقعه هبه منها، كويس. مينا ده طالع في عالم تاني. هنا الكوميديا هنا بقى، وهم بيدوروا على بعض، هم في الاول ما يعرفوش ان ده ابوهم. كويس. يعني طب ازاي يعني بيدوروا على بعض وهم مش عارفين يعني الوزير اغتال في اول الفيلم في اول الفيلم. فهنا السكرتيره بتاعت الوزير راحت بلغت بقى مامتهم، يعرفوا بقى ان هم خلاص بقى لازم تقفوا جنب ابوكم بقى. يعني 5 فبيدوروا على بعض. فبيحصل هنا المواقف بيبتدوا يتقابلوا بطريقه كوميديا بقى. ده بيروح مثلا يدوروا على عطوه في اسكندريه، عطوه ده اخوهم بلطجي برضه، ورحت صورت في اسكندريه، يعني اتثبتنا في عز الشتاء. عاملين هنا الكوميديا يعني. هنا اصل انا مش هعقد الحدوته للمشاهد، المشاهد عايز يضحك، عايز ينبسط، عايز. بس يا عمر رجعت تحط البلطجي، وبرده يعني المشاهد اللي هي احنا يعني شفناها كتير قوي في السينما. انا جايبها بطريقه جديده، يعني مش جايب اللي هو البلطجي انت بتقول اتثبتنا في اسكندريه واترفع لا علينا. مش منه هو، من حتى يعني هنا بس بنتكلم المشهد نفسه اللي انت بتحكي عنه ده احنا شفناه. هنا انا بتكلم على الموقف نفسه. يعني هو مثلا حصل موقف هناك في خلاهم بناء على ده اتثبتوا وتقريبا روحوا بشورت بدل فتره. لا بس كوميدي حلو يعني. طب انت عمرك ما فكرتش في حاجه اظرف من كده؟ يعني بنتكلم مع بعض يعني بتناقش، ما فكرتش مثلا طالما انت غاوي كوميدي او هتعمل الفيلم كوميدي او كده، فكرتش ان انت تعمل اطار تاني خالص بدل الاطار الجد ده قوي، مثلا الاب وزير ومش عارف ايه وفساد ومينا ومحمد؟ طب ما اخترتش حدوته يعني كده اسهل من دي؟ فكرت فيها؟ انا محدد الافكار اللي انا هعملها الفتره الجايه. يعني في فيلم اسمه كيدون عظيم، ده فيلم شبابي جدا ما فيهوش اصلا ناس كبار، بيتكلم بقى عن المشاكل اللي هي الشبابيه. انا بحب اتكلم عن القواضي والحاجات المهمه، يعني بشوف ايه الحاجات اللي مش محطوطه عليها ضوء قوي وابتدي اتكلم عنها. كويس. فانا عايز انجح، مش عايز اللي هو ايه اوضح ان انا ممثل ودول فرقه وبنعرف نخرج وخلاص. لازم يكون الورق. وانت اللي كاتب؟ وانت اللي اخرجت؟ وانت اللي مثلت؟ عملت مونتاج. وانت عملت مونتاج. بس الحمد لله انت ولا صورت ولا عملت الاضاءه ولا انا كنت بصور مشاهد، يعني في بتصور مشاهد كمان؟ في مشاهد الاكشن كلها انا اللي صورتها. كنت يعني انت كنت بتعمل كل حاجه. اللي عايز يعمل اي حاجه هيعملها. يعني انا ما عنديش، يعني عندي الفريق بتاعي 4 قصة الاخراج، ف ما فيش حد عشان تجيب حد لازم بفلوس ومش عارف. طب انا هقف احط ايدي على خدي وبتاع؟ لا انا لازم وتستنى وتشوف. طيب عايزين بقى نشوف آية ونوران رأيهم فيك ايه، وفي الفيلم وفي الادوار وفي كل حاجه وفي المضمون. من غير ما تخاف. لا من غير ما تخاف واحنا معاك. لا اكيد مش هخاف منه. لا يعني واضح ان التجربه ازعجتكم فقولوا يعني. لا اصل انا مع عمر من يعني مش بس التجربه دي. انت عملتي مع كذا عمل قبل كده. طب انتوا حكمكم بقى، يعني انتوا اشتغلتوا في الفيلم واتفرجتوا عليه، انتوا المجمل النهائي يعني شايفين الفيلم ده فعلا يستاهل الناس فعلا تبقى معجبه بيه جدا، وفعلا السينما محتاجه حاجات زي كده دلوقتي، وبالذات انتوا جيل شباب، يعني انتوا عندكم وجهه نظر وعندكم رؤيه مختلفه ممكن عننا او عن ناس قبلنا او بعدنا، فانتوا شايفين بقى الموضوع دوت ازاي؟ بصي هو خليني رايي في عمر. لان عمر انا بعزه يعني بعيدا عن اي حاجه. ده انسانيا. انت ما تاخديش الموضوع، احنا بنتكلم فنيا دلوقتي.
موضوع تاني خالص. لا والله انا عمر بعزه. ما احنا عرفناها دي خلاص. لا برضه باكد عليها. الفيلم، لا الفيلم ما اقدرش انا احكم عليه لان انا مش جمهور. لازم الجمهور هو اللي يحكم عليه، فبناء انا هتكلم على بناء الجمهور اللي انا شفته. ما بالظبط. فلا لا، الحمد لله نجح، ما كناش نتوقع يعني، احنا بنقول تجربه وان شاء الله ان شاء الله خير، فربنا واقف معانا يعني. وبالنسبه لان احنا جيل لسه في البدايه وبتاع، فما فيش حد بيساعد اي حد يعني. دلوقتي شركات الانتاج وكده بدأنا نعتمد على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بقت عامل مهم. يعني هو ده اللي بيتهيألي كل الناس ابتدت تلتجئ ليه. يعني هو كل الناس ابتدت تشوف السوشيال ميديا عشان ما بقاش فيه فرص زي ما احنا بنقول في الدراما في السينما، فهو ده المنفذ الوحيد ليكوا يعني. بالظبط. طيب بس انتوا شايفين الموضوع بقى، الموضوع الفيلم وقيمته، حاسينه انه فعلا يستاهل؟ فعلا حلو؟ كنتوا عايزين ده، ولا حابين انتوا في الفتره اللي بعدها هتطوروا اكتر في مواضيع بتشغلكوا اكتر؟ لا هو الفيلم اجماليا لا تمام. انا كان بالنسبه لدوري انا حبيته يعني. انا كان يعني اللي هو حاجه جديده انا بعملها، فكل مره الواحد ما ينفعش يقول لا انت مش لايقه عليكي او لايقه عليكي، لا انت لازم ممثله تمثلي كل الادوار طبعا. تشقلبي تشقلبي حتى لو هتتمرني، لو هتروحي شخصيه. انت شايفه فعلا بجد والله انت تبع نظريه ان الممثل لازم يعمل كل حاجه، يقدر يعمل كل حاجه. الممثل اللي هو بجد يعني لازم ما فيش حاجه اسمها كوميديان، ما فيش حاجه اسمها تراجيدي بس، لا الممثل لازم يعمل كل حاجه. انت شايفه كده فعلا؟ حسب الدور غير ان لو يعني مثلا اوكي انا بعمل كل حاجه بس هما بيحبوني في حاجه، دي لوحدها تختلف يعني. ده اعمل واعمل واعمل بس في حاجه معينه. قولي احنا بنحب الكوميدي، لكن يعني بنحبك قوي كوميدي. طب وانت مياله اكتر لايه؟ للكوميدي بجد بس هو المهم جدا ان الممثل ينوع، لان هو مش لازم يفضل كوميدي على طول، لا لازم. يعني انا في الافلام القصيره ما حدش عارفني ما بين الشخصيه دي، وعملت شحات ودكتور يعني عملت حاجات كتير جدا مختلفه عن بعض. ما خدناش رأي نوران. شغال مذيع هو النهارده. عارف انا الجو ده. بس عايزه هرجع لك يا نوران، بس عايزه اسالكم حاجه انتوا الثلاثه بس، واولها نوران هي اللي هتجاوب عليها. عايزه ما خدناش راي نوران، لا الكلمه غاظتني جدا. ما خدناش راي نوران، لا هو بيحدد عايزه اقول لكم فعلا بجد انتوا مختارين اصعب حاجه، يعني انتوا ابتديتوا كوميدي من اصعب الحاجات اللي بتتقدم او يستقبلها الجمهور. فنوران بقى تجاوب على ده وتقول لنا رايها برضه لمده ربع ساعه قدامك. علشان عمر هو اللي قال. عمر مصطفى مش عمر. هو زي ما عمر قال الكوميدي بتبقى مواقف، يعني ما ينفعش ايه تتكتب انت هتعمليها كوميدي، لا ما ينفعش، لازم تبقى لايت. يعني ما بتبقاش مكتوبه. يعني او مثلا عمر يقول لي ايه مثلا الحته دي عايزينها كوميدي، فانا بحاول بقى ايه اللي احنا انا والشخص اللي قدام. والله العظيم بجد عايز افهم منك ومن عمر برضو كلام يعني فعلا بجد. الكوميدي ما ينفعش يتكتب، ده بيبقى مواقف انت بتقولي كده والمشهد يبقى موجود قدامك وتقولي ومصطفى او عمر يقول لك عايزين الحته دي او المشهد ده كوميدي. افرض طب الكلام مفيش خالص، كلام شرعي، كلام تماما. كلام هل انت عندك القدره مثلا على الارتجال والكلام حركات وشك، تعبيرات وشك صح احيانا بتفرق، يعني ممكن حركه في عينك تضحك الجمهور عادي جدا. هجيلك يا عمر هجيلك اهدى. حركات البادي لانجوج بتاعتك احيانا اوضح الحته. الحل اللي نروح بتقوله. لكن ممكن يبقى المشهد ما فيهوش خالص حاجه كوميدي وانت تخرجي منه كوميدي، تقدري تعملي كده؟ هو على حسب، ما انت ممكن ما تجيبليش مثلا مشهد لا مش عياط ولا حاجه، لا بس مشهد عادي كده عادي ممكن حركه تعملها بوشك، رفعت حاجب كده تعمل كوميدي اللي قدامك. ايه الحل اللي نروح بتقوله؟ بعد الحلقه. هو الورق بيبقى مكتوب، يعني ما فيش حاجه اسمها مش مكتوب كوميدي، هو الموقف مكتوب. الموقف مكتوب بس هي بترجع برضك للممثل، الممثل اللي قدامه ممكن يكون هو مش دمه خفيف فممكن ما يضحكش، بس هو الورق بيفرق والممثل بيفرق ب 50%. تمام، بس هو ماشي. الموقف بيبقى مكتوب. بس مثلا ايه، انا ممكن اقول انا الجمله دي بس ما اضحكش، ايه تقول نفس الجمله بس تضحك. كلام صح. فاهم؟ هنا الحته هنا مش مكتوب. بس الموقف نفسه مكتوب. طب في خلال كده مده بس يعني قصيره جدا تكلمنا عن الافلام الروائيه القصيره اللي عملتها قبل كده عشان نعرف برضو تقدم نفسك للناس. عملت كام فيلم قصير؟ 43.
43 فاكر صح؟ 43. والله انا ما قعدتهمش مش الرقم احنا اتكلمنا قليل شويه ولا كان اخر حاجه ايه قليل؟ والله كان نفسي اكتر بس بقى خلاص بعد 43 فيلم قصير؟ مدتهم قد ايه؟ كل فيلم يكون حوالي 10 دقايق. اول فيلم كان 45 ثانيه، فيلم كويس. 45 ثانيه، وتاني فيلم دقيقه، ابتديت اعلى 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 لحد ما وصلت لنص ساعه. ختمت الفيلم فقير 11 دقيقه، كنت لازم اعمل الفيلم ده، لازم. ليه بقى لازم؟ فكره انسانيه جدا، وفكره كانت منتشره في الشارع وحصلت ايه؟ قولها لنا. ايه؟ قولها ايه مالك انت؟ قولها لنا عمال اقول لك قولها لنا، قول لنا فكره فيلم فقير ده مخضوض جدا. قول لنا الفكره. شفت انا كنت لازم اميزكم بين بعض ازاي؟ يعني لازم هو كان عمرو وانت كنا بناكل في مطعم، كنا بناكل في مطعم كويس، فدخل حد، الفكره دي حصلت بجد، ماشي، استفزتني جدا بصراحه. فواحد دخل بيقول له اي حاجه وبتاع، فقال له لا، قال له لا احنا يا ابني اطلع بره، هو كان منظره مش حلو. ففي واحد بصراحه ابن حلال قام جاب له اكل وقعدوا على ترابيزه. الموقف ده هو الفكره بتاعت الفيلم، بس جايبها بطريقه شكل تاني غير اللي انا حكيته عامه. حلو. الموقف نفسه استفزني، فكنت لازم اعمله، لازم تعمله. وفعلا عندك حق ان انت لازم تعمل. بشكرك يا عمر، بشكرك يا ايه، بشكرك يا نوران، بجد نورتونا النهارده هو وهي. بجد بنتمنى لكم بقى نشوف النجاح دوت فعلا ان شاء الله في اعمال ثانيه كتيره في الفتره الجايه ان شاء الله، ونستضيفكم نشوف الاعمال دي. عمر هنطلع فاصل سريع ونكمل بقيه فقراتنا.